كتابة السيرة الذاتية. السيرة الذاتية نوع من أنواع الكتابة السردية، تعرض قصة حياة صاحبها حيث يسترجع كاتبها ذكريات وبعض المواقف المؤثرة في حياته. خصائصها: المؤلف هو نفسه البطل، استخدام ضمير المتكلم، استخدام الأحداث والمواقف تكون حقيقية، سرد الأحداث بطريقة شائقة وجذابة، الوصف الدقيق للأحداث. عناصرها: من أنا، الميلاد والنشأة وأسرتي، دراستي، المرحلة الدراسية والمستوى الدراسي، المواقف قد تكون سعيدة أو صعبة، طموحي، مهنة المستقبل ومشروع حياتي. من أمثلة السيرة الذاتية في الأدب العربي: الأيام لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، وأنا لعباس محمود العقاد. اقرأ النموذج الآتي لسيرة ذاتية ولاحظ تحليل عناصرها. الميلاد والنشأة: أنا اسمي سمير، ولدت عام 2014 في قرية من قرى مصر. كان يوم ميلادي يوما مميزا حيث كنت أول حفيد في العائلتين، فكان في انتظاري أبي وأمي والعمات والخالات وجدي وجدتي. هذا حديث عن الأسرة. أقام أبي وأمي وليمة كبيرة دعوا فيها الأقارب والأصدقاء كلهم، حيث تصفحت صوري في ذلك اليوم علمت أن أحبابي كثيرون. المرحلة الدراسية: ذهبت إلى الحضانة ومن بعدها المدرسة. المستوى الدراسي: وقد كنت متفوقا وكرمتني المدرسة عدة مرات. هذا حديث عن الدراسة. كنت يوميا بعد أداء واجباتي أذهب إلى الحقل لأساعد أبي في جمع المحصول ورعاية الحيوانات. هناك يوم أتذكره جيدا وأنا عمري 6 سنوات. هذه بعض المواقف المفرحة. ذهبت لجمع البيض لكنني نسيت الباب مفتوحا، فهربت الدجاجات والكتاكيت من الحظيرة مسرعة وهي تصيح منخنقة بصوت عال، فسمع أفراد الأسرة الصوت فجاءوا مهرولين لمحاولة الإمساك بها، واستمرت المحاولة حتى غروب الشمس. كان يوما مبهجا حيث كثرت الضحكات في أثناء عملية الإمساك بها، لذا فقد كان يوما لا ينسى. مهنة المستقبل أو المشروع الحياة: من بعد ذلك اليوم تمنيت أن أصبح طبيبا بيطريا لأهتم بالحيوانات وأرعاها وأداويها، وأحلم ببناء مستشفى صغير بقريتنا لأرعى الحيوانات كلها، فهذا حلمي وسأعمل بجد واجتهاد لأحققه. كاتب هذه السيرة الذاتية هو سمير، يتحدث بضمير المتكلم. الأحداث التي يعرضها هي حقيقية. يشير عنوان السيرة الذاتية إلى حلم مستقبل موقف حدث له مكان ميلاده، حلم الكاتب المستقبلي. كثرة الضحكات تعبير يدل على الخوف والغضب. السعادة يدل على السعادة. تصيح منقنقة توحي بالصوت العالي، الهدوء، السرعة، الصوت العالي. اقرأ السيرة الذاتية وحلها لعناصرها. اسمي سليم، أسكن بالقاهرة، عمري 10 سنوات، أبي طبيب أطفال، وأمي معلمة في اللغة الإنجليزية، ولي أخت أكبر في الصف الأول الإعدادي وأخ أصغر في الصف الأول الابتدائي. التحقت بالحضانة ثم بالمدرسة الابتدائية وتفوقت فيها وخصوصا في مواد اللغات، فأنا مع صغر سني أجيد العربية والإنجليزية والفرنسية. قد ساعدتني أمي في استذكار تلك المواد وشراء القصص المؤلفة بتلك اللغات، كما أمارس رياضة التنس بالنادي وفزت ببطولة الجمهورية في العام الماضي. مرضت أمي بكورونا وتدهورت حالتها، فنقلت إلى المستشفى الذي يعمل به أبي لتتلقى العلاج اللازم، وفي تلك الأثناء كنا نزورها ونطمئن عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. وفي فترة مرضها التي استمرت 10 أيام كان لزاما علينا أن نقوم أنا وإخوتي على أمر البيت، فكان أبي يشتري من السوق والمركز التجاري كل مستلزمات البيت، وكانت أختي ماهرة في إعداد الطعام كأمي. إما أنا وأخي الصغير فكنا نرتب البيت وننظفه. حلمي أن أصبح مرشدا سياحيا، وذلك لحبي للغات وإتقاني لها، كما أنني أحب السفر والرحلات. وإن لم أكن مرشدا سياحيا أتمنى أن أكون مترجما فوريا للقاءات والمؤتمرات. حلل هذه السيرة الذاتية
الدراسة، المواقف، الطفولة.